عايز تغير حياتك وتسافر لأوروبا وكمان تشتغل فيها؟ دي أسهل طريقة تقدر تعملها دلوقتي. خليك معايا. بس قبل ما نتكلم عن الطريقة، واحد، سألت نفسك هل الخطوة دي مناسبة ليك؟ اتنين، سألت نفسك ايه الخطة والبلان بتاعتك اللي انت لما تسافر البلد دي هتقدر تعملها؟ تلاتة، عندك أساسيات لغة البلد اللي انت هتسافرها أو شوية إنجليزي عشان تقدر تبقى انت عارف هتتعامل ازاي؟ لو عندك إجابات للأسئلة دي وأنا إجابتي هتسمعها في آخر الفيديو، يبقى لازم تشوف الفيديو ده لغاية آخره عشان تعرف الفيزا دي مناسبة ليك ولا لأ. الفيزا اللي احنا جايين نتكلم عليها وهي فيزا البحث عن العمل في النمسا، بالاخص في النمسا. في الفيزا دي ليها جانبين يا جماعه، الجانب السهل وده اللي احنا هنتكلم عليه، والجانب الاصعب اللي هو هيرد على الاسئله اللي انا سالتها لك في الاول. الجانب الاسهل ان هم 65 درجه، دي اقل درجه ممكن تجيبها، وسهل قوي ان انت ممكن تجيب الدرجات دي. التعليم عليه درجات، سواء انت خريج جامعه او خريج معهد 4 سنين عليه درجات. اللغه لو انت عندك لغه او اكتر من لغه عليها درجات. السن بتاعك عليه درجات، سنين الخبره بتوعك عليهم درجات. فمن السهل قوي ان انت تلم ال 65 درجه وتقدر تقدم على فيزا البحث عن العمل وتيجي هنا بكل سهوله، مفيش فيها مشكله. ودلوقتي هنتكلم عن الجانب الصعب اللي هيرد على الاسئله اللي انا سالتها لك في الاول. في ناس كتير قوي بعد ما بتيجي هنا عن طريق فيزا البحث عن العمل وتيجي هنا في فيينا والنمسا بالاخص وتصرف فلوس كتير، بتكتشف ان هي مش قادره تلاقي شغل، فبيجوا يقضوا ال6 شهور بتوعهم اللي هي مده الفيزا، وفي الاخر بيرجع بلده من غير ما يلاقي شغل. فدايما الناس بتتكلم عن الجزء الاولاني ان انت ازاي تاخد الفيزا، وما بيتكلموش عن الجزء الثاني ان هو ممكن بعد ما انت تيجي هنا للنمسا مش بسهوله ان انت تلاقي الشغل. موضوع الشغل ده ارزاق ونصيب، فمحدش بيقدر يحتكم فيه. في ناس كتيره انا شفتها جت هنا عن طريق فيزا البحث عن العمل وما لقيتش شغل ورجعت بلادها بعد ما صرفت فلوس كتير هنا في النمسا، وفي ناس لقت شغل. فدي ارزاق ونصيب وربنا يرزق كل واحد. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من قلب الفيديو، وارجو ان انت لو مش مشترك في الصفحه اشترك وشير الفيديو ده عشان زي ما انت استفدت غيرك يستفيد. سلام.